بينما العالم بيوجه أنظاره لمصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، بيظهر أعظم درس يمكن أن يكون محل دراسة للباحثين: تفاعل الناس مع الترند الفرعوني اللي اجتاح مصر. مشهد مذهل في قوته وعمقه، مليء بالدروس عن حب المصريين العميق لوطنهم والعطش للفرحة. أيوة، عطشانين للفرحة وعندهم حب الاصطفاف حول مصر في لحظة استثنائية بتعكس روح شعب مرتبط بأرضه وحضارته عبر آلاف السنين. افتتاح المتحف مش حدث محلي بس، دي مناسبة عالمية بكل المقاييس. حضور 79 وفد رسميا من ملوك ورؤساء دول وأمراء بيعكس احترام المجتمع الدولي للحضارة المصرية واعترافه بدورها الثقافي والإنساني الفريد. المتحف ده رمز لوحدة المصريين حول فرحة وطنية، والشهادة منهم على شغفهم الشغف بالاحتفال بماضيهم العظيم والعريق. المتحف ده بدأ العمل منذ أكثر من 20 عام، تكلفته تجاوزت $1,000,000,000. تصميمه المعاصر بيجمع بين القاعات الضخمة العالية السقف والتقنيات الحديثة للحفاظ على القطع الأثرية. المتحف بيضم 5000 قطعة أثرية، بعضها بيعرض لأول مرة والبعض الآخر ذو مكانة رمزية عالمية زي توت عنخ آمون اللي اكتشف عام 1922. المتحف مش مجرد نافذة على التاريخ، بل دفعة قوية للقطاع السياحي في مصر. مع افتتاح المتحف هتصبح مصر اليوم قادرة على مشاركة كنوزها مع العالم بأكمله وترسيخ مكانتها كرمز للثقافة والحضارة الإنسانية، حلم تحقق بعد عقود من العمل والتخطيط، ورمز للفخر الوطني والحب المصريين لوطنهم ولحضارتهم. المتحف المصري الكبير مش صرح للآثار بس، لا، ده شهادة على عبقرية الإنسان المصري في الماضي وإبداعه في الحاضر وطموحه نحو المستقبل. مبروك لكل المصريين هذا المتحف العظيم الذي أصبح محل فخر وفرحة لكل مصري، وأصبح الناس كلها بتتحدث بانبهار شديد جدا عنه. تحياتي، أنا بشكرك على الاستماع.